في إحساس أراه زاده التحنان في أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا. في إحساس أراه زاده التحنان في أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا، كي يحيل ظلمة القلب بإحساسه ضيا، كي أرى غابات أيامي بأضلاعه فيا، كي يروي خافقي من طهر أعماقه ريا. حضن أطفال اليتامى يترك الوجدان حيا، يملأ القلب حنانا دافقا دفئا نديا، بين أرواح اليتامى يسكن الحب نقيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقوم اليوم في يوم الخميس في 22 من الشهر 12 لعام 2022 بشراء وتجهيز مادة المازوت لتوزع على أهلنا المهاجرين في مخيمات حول مدينة الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم هذا العمل ويخلف عليكم ويجعله في ميزان حسناتكم. كما نرى نقوم الآن بتعبئة هذا المازوت ليوزع على مستحقيه من المهاجرين في المخيمات. جزاكم الله عنا كل خير وأخلف عليكم وزادكم من فضله، والحمد لله رب العالمين. حباهم ربنا نبضا بريئا أريحيا، نشعر الإحساس فيهم صافيا عذبا زكيا. ضمني طفلي مليا ضمني أكثر هيا، ما حوى اليتم انتقاصا ظاهريا أو خفيا، ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية. ما حوى اليتم انتقاصا ظاهريا أو خفيا، ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية. واسألوا التاريخ تلقوا فيه إثباتا جليا، كم عظيم رغم يتم كان بالمجد حفيا، كابن حنبل وابن باز عانق الأفق عليا، والذي يسعى بنا كي نبلغ الجنات سعيا. يا رسول الله أحمد خير أيتام البرية، عاش يتما في صباه ثم قد صار نبيا، عاش يتما في صباه ثم قد صار. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا الأخ أبا خالد من قبل جمعية سفير الإغاثية الثقافية تبرعه بمواد التدفئة لإخواننا في الشمال السوري المحرر ريف الباب مخيم ترحين 22/12/2022. إلهي ربي يعطيكم العافية وعقبال كل سنة إن شاء الله وجميع طيبين. الله يسلمك إن شاء الله. تفضل يا عمر. الله يجزيك الخير إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله خيرا يعطيكم ألف عافية. نبيا يا ابن ديني هاك قولي، واسلك النهج السويا، لليتيم عليك حق فرعه فعلا وهديا. يا ابن ديني هاك قولي، واسلك النهج السويا،
عليك حق، فرعه فعلا وهديا.